بسأل فاروق جعفر، بقول له ايه الفرق بينك وبين محمود الخطيب كإنسان مش كلاعب كورة؟ فقال لي والله كابتن محمود الخطيب بيكسب الناس. قلت له وانت؟ قال لي لا، انا ما بكسبهمش، يمكن انا بخسرهم. تعليق؟ ليه؟ انا بساله ليه يخسرهم ليه؟ طالما هو عارف كده هو بيخسرهم ليه؟ النهارده انا من الناس وفاروق من الناس وحضرتك من الناس، احنا قبل ما نكون لعيبه كوره ومشهورين بشر. احنا كنا قاعدين في المدرج ده تمام. وبنشجع وبنسقف وبنعيط ودموع. تمام. لما نزلنا الملعب ايه المفروض؟ ان احنا نكون حاسين بمشاعر الناس، المفروض ان احنا النعمه اللي ربنا اداها لنا سبحانه وتعالى لازم نتعامل على اساسها، ان احنا ربنا ادانا نعمه لازم نحفظها ولازم نحافظ عليها. مش معنى النعمه دي ان انا اتغير باسلوبي معاملتي مع الناس. لا، ده بالعكس، لازم ما انساش ابدا ان انا واحد من الناس ديت، ما انساش ابدا ان انا اللي بيسلم عليا ده بيخدمني، ده ربنا بيحبني، ان الراجل ده الناس الحمد لله، وفي حد يلاقي انه يمشي في الشارع الناس تسلم عليه. نعم. لازم ان انا ارد التحيه.